نيابة عن صاحب السمو الملك الأمير سعود بن عبد المحسن بن عبد العزيز أمير منطقة حائل، افتتح صاحب السمو الملك الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز نائب أمير منطقة حائل، وبحضور معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، افتتح فعالية المعرض العاشر لوسائل الدعوة إلى الله كن داعيا، والذي تنظمه وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. ويأتي هذا المعرض والذي تحتضنه منطقة حائل في نسخته العاشرة، ويهدف المعرض إلى تعريف المجتمع بنشاطات الدعوة المختلفة وأساليبها الحديثة. بعده تحدث فضيلة الشيخ عبد الله بن صالح آل الشيخ مدير إدارة الشؤون الدينية بالقوات المسلحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إدارة الشؤون الدينية بالقوات المسلحة لها مشاركات فاعلة ولله الحمد في هذا المعرض، وهي المشاركة العاشرة، وتطمح لمشاركة إخوانها في جميع القطاعات الأخرى لبيان وسائل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بالوسائل المعاصرة المناسبة لكل وقت وزمان. والقطاعات العسكرية التي تمثل إدارة الشؤون الدينية الأمور الشرعية فيها لها خصوصية تحب أن تظهرها في مثل هذه المعارض، وتظهر أيضا الجهود المبذولة والتي هي نتاج توجيهات ولاة الأمر حفظهم الله للعناية بمنسوبي القوات المسلحة في جميع القطاعات في أفرعها المختلفة. فهذه المشاركة هي من نتاج الخبرة التي تحصلت عليها هذه الإدارة وبقية إدارات الشؤون الدينية في أفرع القوات المسلحة والأقسام التابعة لها. المقدم صالح المشيقة أمين صندوق التكافل بوزارة الدفاع، مقدم ماذا عن مشاركة وزارة الدفاع والطيران ممثلة في إدارة الشؤون الدينية بالقوات المسلحة في المعرض العاشر لوسائل الدعوة في حائل؟ حقيقة وزارة الدفاع والطيران تشارك للمرة العاشرة في معرض وسائل الدعوة إلى الله كن داعيا، والذي تقيمه وزارة الشؤون الإسلامية ممثلة إدارة الشؤون الدينية ممثلة لوزارة الدفاع والطيران، حيث صدر موافقة سمو مساعد وزير الدفاع والطيران الشؤون العسكرية بمشاركة إدارة الشؤون الدينية في هذا المعرض. بعد أن صدرت الموافقة تم الإعداد من قبل إدارة الشؤون الدينية وزملائنا في الإدارات المختلفة للشؤون الدينية في القوات المسلحة لإظهار وإبراز جهود الشؤون الدينية داخل وزارة الدفاع والطيران فيما يخص تحفيظ القرآن، جمعية الأمير سلطان لتحفيظ القرآن، فيما يخص التوعية، مكافحة الإرهاب، فيما يتعلق بمكافحة المخدرات، أيضا يعني إبراز جهود وزارة الدفاع والطيران ممثلة بالقوات الجوية بمكافحة التدخين. كما يهدف المعرض إلى التعريف بجهود المملكة العربية السعودية في خدمة الدين والدعوة الإسلامية في داخل المملكة وخارجها، في الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والوسطية والاعتدال في الخطاب. وفي نهاية الحفل تحدث للسعودية الرياضية صاحب السمو الملك الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز نائب أمير منطقة حائل، حيث قال: حقيقة أنا بدع الكلمة هذه المعالي الوزير أتأمل إن شاء الله، يعني أنا بالنسبة لي حقيقة أتيت مفتتح اليوم وزائر قبل هذا وذاك، لكن من قام بهذا العمل ويشكر عليه حقيقة الإخوان كلهم جميعا وحقيقة معاليه، فيجب حقيقة أن يوجه له هذا السؤال. وأتأمل حقيقة أن يرى الجهد الذي بذل من قبلهم في الوزارة حقيقة أتى بثماره في منطقة حائل. ثم تحدث معالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد فضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. أولا هذه المعارض تهدف إلى تعريف بأساس من أساس الدولة، وهو الدعوة إلى الله تعالى. دولتنا قامت على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقامت على التعريف بالإسلام، التعريف بنبي الإسلام، والتعريف بالقرآن، والدعوة إلى ذلك بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي أحسن. يهدف هذا المعرض إلى إعطاء النموذج الذي يمكن أن يحتذى في الوسطية والاعتدال في مشاركات كثيرة
في هذا المعرض، وسطية واعتدال في النظرة للناس، في الحكم على الأشياء، في التفاعل مع العالم، في التفاعل مع المجتمع، في الدعوة بالكلمة أو بالوسائل الحديثة. المعرض أيضا يهدف إلى تعريف الناس بأن هذه الجهات الكثيرة في هذا البلد المبارك كلها تسهم بالدعوة إلى الله، ومبالغ ضخمة جدا تنفق على الدعوة، ومبالغ كبيرة تنفق لتنظيم هذه الأمور بوسائل مختلفة. فإذا نحن ولله الحمد على خير كبير وعلى أرض صلبة من أرض الإسلام، ومن الاهتمام بالإسلام والدفاع عنه والحرص عليه والغيرة على دين الله. المعرض العاشر لوسائل الدعوة إلى الله، والذي تنظمه وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف منطقة حائل، ويهدف المعرض إلى إبراز الجانب الديني والتوعوي ممثلا في القطاعات الحكومية وغير الحكومية. تقبلوا في الختام مراسل القناة الرياضية في حائل محمد الحمندي.